بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، هذه واحد الحالة نادرة ديال طفلة عمرها 13 سنة جات عندنا المصحة بما يسمى اون اوتوميتيلاسيون نون سويسيدير، يعني واحد الانسان اللي كيقوم ببعض الحركات للاضرار بالجسم ديالو نتيجة تاع اضطرابات نفسية. فهذه الفتاة منذ أكثر من سنة وهي تقوم بوخز الجسم ديالها بالإبر ومسامير وقطع من أسلاك حديدية. فلما قمنا بالفحوصات السريرية والسكانير ولي اكس فاكتشفنا ان عندها اكثر من 20، يعني بالضبط 21 جسم غريب في انحاء متفرقه من الجسم، في البطن والصدر وتحت الابط كذلك. فكان لابد من تدخل جراحي تحت تخدير عام، يعني انستي جنرال، والعمليه استمرت 4 ساعات. وحنا كنبحثوا على هذوك الاباء داخل الجسم، وهو امر صعب جدا، ولكن الحمد لله بفضل الله وبفضل مجهودات الفريق كله من فحص الاشعه، من طبيب التخدير، من الطاقم التمريضي في مركب الجراحي، فاستطعنا ان نستأصل جميع هذه الاجسام الغريبه اللي هي عباره عن اباء كما تشاهدون في الصوره. ولما قمنا بكليشي ديال الكونترول يعني يوم الغد فتبين على انه الحمد لله ما بقات حتى شي ابره. فهذه الحالة هذه التي هي نادرة جدا لا في بلدنا ولا في منطقتنا، فتدعونا أن نهتم أكثر بصحة الأطفال. فهذه طفلة بريئة عمرها 13 سنة، فالآن عرضناها على الطبيب الاختصاصي النفسي ليحلل لنا واناليزي هذا لا سيتوياسيون ويفسر لنا أكثر ما هي هذه الاضطرابات، ما أسبابها وما الدوافع اللي خلات هذه الفتاة تقوم في أكثر سنة بهذا الوخز بالإباء. وهنا يجي دور الوالدين ودور المدرسة ودور المجتمع برمته. وشكرا.